مساء النور، مساء الورد على خوتي وخواتاتي العزازات. كنتمنى يلقاكم فيديو ديال اليوم باحسن الحال والاحوال ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم انك حميد مجيد. القصه ديال اليوم اخوتي للعبره ماشي للفرجه. القصه ديال واحد السيده ماتت الوالده ديالها الله يرحمها، وهاد السيده هادي تزوجات وطلقات وسكنات بوحدها هي وبنيتها، وكل نهار كتجي كتسيق الدويره ديال الوالده ديالها، كتجي باش تسترجع الذكريات عفوا ديال الوالده ديالها، وكتقول لي كنمشي للدار كنشم ريحه ماما فيها وكنتفكر فيها ديك الطفوله اللي عشت فيها. قالت لي هادشي علاش كنمشي ليها. الدار مهجوره ما كيمشي ليها حتى شي واحد الا هي، كتمشي تنقيها وهذا وتبات فيها نهار ليله ولا جوج وترجع، ولا خوتها الا جاو يطلعوا عليها ويمشيو، يعني الدار ما فيها حتى واحد. وهاد الدار هادي ديما هاد السيده كتمشي كتفوت واحد المده كتمشي كتسيقها كتنقيها وكترجع لدارها. ولكن واحد النهار انقلبت الايه، هي كانت فعلا في دارها كتشقى بالليل. هاد المراه هادي كدير الشقا في الليل، يعني غير كتعشى كتنوض كتخمال كتسيق كتغسل المواعن كتجمع الكوزينه كتحك الملح حاشاكم. المهم الشغل ديال الدار كديرو بزاف بالليل وتصبان هذاك النهار مشات جمعات دارها ومشات لدار امها باش تجمع الدار ديال الوالده ديالها. مع دخلات قلعت جلابيتها، عمرت الكاس ديالها هي وبنتها شربوه، بدات في ديك الدار. هي ما مشات للدار ديال الوالده ديالها حتى فات العصر، شربات اتاي. المهم من ورا المغرب بدات الشقاء في الدار ديال الوالده ديالها باش تنقيها وتمسح الغبار وكل شيء وتبات فيها حتى الغدا باش ترجع لدارها. ولكن اخوتي كانت كتسيق وحسات بان دقاتها شي حاجه فوق رجلها، بحال الا دقاتها البرا، بحال الا قستيها بالبرا. هادشي كتقول، قالت لي يعني بحال الا قستيني بالبرا. شويه بقات ديك البلاصه كتاكلها. المهم كتاكلها كتحكها سيقات. قالت لك جمعت ديك الدار غير بزز رجلها صافي كتحرقها. جمعت الدار ديك الرجل كضرها، دارت العشاء هي وبنتها، تعشاو ونعسو. ديك الرجل ما خلاتهاش تنعس، سهراتها الغد ليه. جات للدار ديالها هي بقات كتعالج في ديك الرجل غادا وكتخمر غادا وكتخمر غادا وكتخمر. المهم حتى ولا فيها واحد الثقب قداش، حيت هاد السيده هادي تعرفت عليها في التواصل الاجتماعي فاش تلاقينا ومشيت عندها لدارها وشفت ديك الرجل، وكانوا عندي تصاورها وكانوا عندي سميتو لي فيديوهات ديال هذيك الرجل، ولكن اصلا حيدتهم وما يمكنش ليا نحطهم في القناه حيت داكشي يعني ما غاديش يعني ما غاديش يقبلوا عليا، غادي يضربوا ليا الفيديو. هادشي علاش ما وريتكمش التصاور، اما راه كانوا عندي ممكن نطلبهم ليها وغتلوحهم ليا باش تاكدوا ان الخدمه ديال الليل، حيت الاكثريه ديال خواتاتي كيخدموا بالليل، كينوضوا كيشقاو بالليل، كيغسلوا المواعن بالليل. بالنهار قدر انا كنعرف البنات بالنهار كيكونوا كينعسوا، وبالليل كيديروا الشغل ديال الدار كامل. الا كان الصابون كيداروا، الا كان التسياق كيداروا، الا كان المواعن كيتغسلوا. هذه حاله خطيره، هذه واحد الحاجه خطيره. هاد السيده هاد الرجل داتها حتى للخطر، داتها حتى ما بقاتش كتخرج، الرجل خمرات كامل تقلبات كامل ما بقاش كتوقف عليها. وكيجيو الناس كيزوروها مع مطلقها وعندها دريه وهذا وكاريه، كيجيبوا ليها الناس واحد شويه ديال البركه. المهم اللي قد على شي حاجه كيجيبها ليها. ولكن النهار اللي صدى ربي غادي يبين الضو ديالها. ما خلات الطبيب ما خلات داوها الناس دوزوا ليها والو، داك الدواء بحال كتكبي الماء على الرمله. جات عندها واحد المراه مرت واحد الفقيه، الناس معها كتهضر راه فلانه مريضه فلانه راه ديك المراه وقع ليها وجات عندها وجابت لها شي بركه وجات طلات عليها وقالت لها مالكي، قالت لها اللي وقع ليا قالت لها مشيت للدار وعاودت لها داكشي اللي وقع ليها في دارهم. قالت لهم مشيت للدار خملت سيقت، حسيت بحال الا قرصاتني ناموسه او لا دقيتيني براس ديال البرا او لا، وبقيت كنحكو حتى ولا بحال هكا. المهم هاد السيده هادي ملي مشات للدار مرت الفقيه، ملي رجعت لدارها عاودت لراجلها قالت له ودي هذيك السيده اش وقع ليها وهذا. قال لها ودي قولها
تقول لك اش من لقيتها فاش حسيت بهاد سميتو بهاد القرصه في الليل. المهم قالت لها الوقت الفلاني وهذا، قال لها ودي هذيك السيده راه ممسوسه، يعني مسوها بسم الله الرحمن الرحيم، هما اللي قرصوها وهذيك الرجل خمرات، وعطاها شي زيت كدهن بها، وعطاها رقيه وداتهم ليها مرطو، وفعلا ديك السيده والحمد لله رجلها برات، وانما السيكاتريس راه ما بقاش، رجلها راه مشوهه، داك الخموريه راه ديك البلاصه حيت كانت كتنقيها، هي كانت تهز منها اللحم مقيحه حتى كيخرج اللحم. هذيك الرجل خسرات، يعني كدير لها التقاشر ما كتبينهاش، يعني مشوهه الرجل ديالها، وانما هي حمدة ربي ملي غير برات. هاد القصه هادي كنتمنى يستافدوا منها العيالات والبنات، حيت هاد القضيه هادي حقيقيه. كاينه قصه اخرى غندخلها لكم وسط في هاد القصه، وغنختصرها لكم باش ما يطولش الفيديو. هادي انا حضرت فيها من واحد السيده من العائله ديالي، كنا جالسين واحد المره في رمضان مع 10 ديال النهار او لا 10 ونص في 1994. كنا قاعدين مجمعين، وعرفتوا حنا في المغرب كاينين البلايص اللي كيجلسوا الناس حدا البيبان، كيجلسوا يجمعوا العيالات، كيجلسوا يجمعوا حدا الديور ديالهم، خرجوا الجيران وتلاقاو. هاد السيده هادي جالسه هي وجارتها وجالسه معاهم انايا، ودابا العتبه ديال الدار وحده جالسه ليها من هاد الجهه وحده جالسه ليها من هاد الجهه، وانا قدامهم جالسه. واحد شويه هاد السيده اللي قلت لكم من العائله ديالي كتشوف وسط الدار ديال هذيك المراه، بغات تهضر، بغات تقول شي حاجه، بغات تقول هي تخنقت حتى طار الدم من فمها، ورموا ليها الحجبان ديالها ورموا عينيها ورموا حتى بغاو يخرجوا، وعواجت كامل. المهم دخلناها للدار، ما جبنا واحد السيد دار ليها الرقيه وتعقلات، وهذا المس هي كانت شافت. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد القصه هذه علاش قلتها لكم؟ باش الانسان ما يجلسش فوق العتبات، يعني فم البيت او لا فم الدار او لا فوق العتبه ما يقعدش، حيت الطريق كيبغيو يدوزوا حتى هما. هذا هو الاشكال. دابا هما كيخدموا بالليل، حنا ملي كنخدموا بالليل ما كنخليوش ليهم هما الوقت فاش يخدموا، تما فاش كيتمس. علاش كتر هذا المس؟ يعني كتشوفي بزاف ديال العيالات كيطيحوا في العراسات، بزاف ديال العيالات كيسمعوا القران كيطيحوا، بزاف ديال الناس مرض، بزاف ديال الناس تعوقوا بسبب الجين، بزاف ديال. علاش؟ حيت حنا ما كنحترموش الوقت ديالنا والوقت ديالهم. حنا عطانا الله النهار نعيشوا فيه والليل نعسوا فيه، حيت حتى الدماغ الا ما نعسيش في الوقت راه ما كيرتاحش. الناس القدام اللي كانوا كينعسوا يصليوا العشاء ديالهم، كيتعشاو كينعسوا، كانت الصحه ديالهم جيده، يعني كانت عندهم الصحه ما شاء الله. كيكون الانسان عنده 110 سنين 120 عام وكتلقاه الذاكره ديالو مازال صحيحه، والشوف ديالو مازال صحيح، والسنان تبارك الله تلقاه تبارك الله ما شاء الله. دابا الانسان عنده 50 سنه وما قادرش يوقف. كاينين الدراري عندهم 26 سنه 18 سنه 10 سنين كيقول لك كيضروني الكبيه، كيضرني راسي، مشى ليه الشوف، داير النضاضر. علاش؟ حنا ما كنردوش البال لهاد المسائل هادو. ولهذا هاد الميساج بغيت نوصلو لخواتاتي، ما تبقاوش تناولوا. راه عندي بزاف ديال القصص الواقعيين على الشغل ديال الليل، على الشقاء ديال الليل، يعني داك التسياق والغسيل الماعن والناس ناعسه وانت كتمشي وتجي في الدار بوحدك. بسم الله الرحمن الرحيم. هما راه ديك الوقت راه حتى هما بغاو يطيبوا، بغاو يقادوا شغلهم، بغاو عندهم حتى هما الاعمال ديالهم، راه ديك الوقيته ديالهم، وكنتضادوا معاهم حنا في هذيك الوقت. يعني كنتداحاو معاهم، يعني كنتزاحموا معاهم. بحال دابا حنايا الا كان بالنهار مثلا كتسيق وولادك كيخرجوا ويدخلوا، يعني كيديروا نجيوك في العقل ديالك، وكتغوت عليهم، كتوسخ لي حتى هما بحال هكا. كاين ديك الوقيته راه ديالهم. ما تبقاوش تخدموا بالليل. راه شحال من وحده تشيرات من التسياق ديال الليل، شحال من وحده تشيرات من الغسيل نما عند الليل، شحال من وحده تشيرات من الجلسه بوحدها بالليل، كتكون شاده التليفون كلشي ناعس وشاده التليفون وجالسه بوحدها حتى كتمس. وملي كيكون المس
كتولي المسيده ما حيلتها لوجهها كيولي سميتو كحال ليها، ما حيلتها تحت عينيها زراق، ما حيلتها لصحتها كلها مهلوكه، ما حيلتها كتولي مريضه بحيله فيها مرض التوحد، ما كتبغيش كاع بنادم تجلس معاه، مازال بزاف ديال المسائل. لهذا هذا الشيء علاش اختاريت لكم هذه القصه اليوم، ان بغيتكم تستافدوا فيها، حيت صراحه بزاف ديال البنات كنشوفهم كيديروا الرقيه مراض. بزاف ديال البنات قالت لك كنت بخير على خير وعوجوا لي يديا، كنت بخير على خير، تشات في العروق ديال عينيها، كانت يعني هذا هو الاشكال. وكنتمنى اللي ما اشترك في القناه ديالي يشترك فيها، وكنتمنى ما تنساونيش من التعاليق ديالكم وترفعوا الجرس باش يجيكم كل جديد. واخا كنطلع عليكم ما كنسجلش، وانما ربي اللي عالم عليا ظروفي، الوقت عندي ضيق. والحاجه الثانيه ملي كنجيكم بشي حاجه اللي هي بغيمو معقوله وحقيقيه، ما كنجيبش لكم شي حاجه اللي غير كنتخيلها من عقلي، كنجيب لكم قصص اللي غتستافدوا فيهم، وكنتمنى تستافدوا فيهم. وكنتمنى حتى انا ما تنساونيش من لي لايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم ان شاء الله يا ربي اللي دار الاشتراك ودار رفع الجرس وكتب تعليق، الله يجعل صدر ربي يحرم عليه نار جهنم يا ربي تبارك وتعالى. وهاد العواشير الله يجعل صدر ربي يفرحكم، والله يحفظكم ليا، وانتظروا قصة جديدة ان شاء الله.